السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما يمكنش يكمل العيد بلا رغيفة العيد او حلوة الغراف اللي كبرنا معاها من الطفولة ديالنا. حلوة الزمن الجميل من التقاليد والعادات المغربية الأصيلة غنشاركها معكم بطريقتي، ما عليكم الا تتابعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير وفرجة ممتعة. غادي ناخذ هنا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض، والعبار هنا بالكاس ديال العنبة. تقريبا الا بغيتو ديروا مثلا 500 غرام غديروا نفس المقادير ديال 500 غرام. انا هنا 500 غرام كتجيني بزاف، تخرج ليا كميه كثيره، داكشي علاش فضلت نقص عليها. غتحتاجوا نصف ملعقه صغيره ديال السكر سنيده باش كتعطينا داك اللون محمر، شويه ديال الملحه، راس ملعقه ديال خميره الحلوى اولا نصف ساشيه ديال الخميره، يعني الساشيه فيها 8 غرام، نتوما ديروا النصف ديالها هي 4 غرام. سكر فاني كيعطيها واحد النكهه زوينه هذا السكر فاني، وكذلك واحد الملعقه ديال الخل اللي كتخلي تعطيها واحد الهشاشه وواحد القرمشه زوينه. ملعقه صغيره ديال الخل وبيضه كامله صافي. وغادي نحتاج الماء باش نجمع هذا الخليط. ماشي مشكل، انا درت الماء غير من الروبيني يعني عادي، ماشي ضروري الماء يكون دافي باش غتختمر او لا شي حاجه، غير الماء عادي من الروبيني درتو انايا. غادي نجمع العجين. السر في يعني هاد العجين خصو يكون شويه قاصح، ما تكونش العجينه خفيفه بزاف، تكون شويه شاده راس العجينه، وما تكونش كذلك ثاني قاصحه فوق القياس باش نقدروا اننا نسرحوها. تكون بحال عجينه المسمن، ما تكونش البنات خفيفه، كنأكد عليها باش ملي تسرحوا العجينه وتبغوا تهزوها ما تقطعش ليكم، يعني العجينه تكون ما بين وبين. غناخذها هنا وغادي نبدا كنشكلها كويرات، والحجم ديال الكويرات يكون صغير. راه هنا كيبان لكم الكويرات كبار على حسب التصوير، كيبان لكم خص الكويرات يكونوا صغيورين باش نقدروا نخشيوها في الغراف. هنا غادي ندهنها بالزيت وغادي نخليها ترتاح مزيان مزيان. خليوها ترتاح يعني مده مهمه باش كتحصلوا على واحد النتيجه زوينه. وملي تكونوا كتقرصوها تقرص معكم بسهوله، ما تقطعش ليكم، وكذلك كتعطيكم الطوع دغيا كتقرصوها، يعني ما كتبدلوش معها واحد المجهود، انت كتقرصيها وهي كترجع تجمع. هنا غادي ناخذ هذا الغراف اللي معروف والشهير عند المغاربه، الغراف ديال كيكوز. راه دابا ولا كيتباع البنات، اللي ما بقاش متوفر دابا هذا الحليب، ولكن راه ولا كيتباع يعني عند الناس اللي كيبيعوا القديم اولا، وكاين تاني عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، راه ولاو كيبيعوه. يعني ما كنظنش ان الثمن ديالو غالي، كنظن لا يكونش 25 درهم او 30 درهم، وعنده الليد ديالو باش كتشدي، يعني راه زوين بزاف. هنا كناخذ كميه مهمه ديال الزيت، فايت نص ديال الغراف ديال الزيت، وكنبدا كنخليه تيسخن، كنبدا كنقرص، كنحاول انني نهزها من الجانب حتى كنقبطها من الوسط ونحطها ونبقى شاده فيها. حاولوا انكم تبقاو شادين فيها حتى كتنفخ مزيان مزيان باش كتحصلوا على هذاك الشكل ديال الورده. يعني السر في هذيك الورده اللي كتشكل لكم هو انكم تبقاو شادينها وهي في الزيت باش كتنفخ، وهذوك الاطراف ديالها كيبداو كيتحمروا، هما اللي كيتشكلوا على شكل وريده كيف ما كتشوفوا. الا غير جيتوا يا البنات وطلقتوها في الزيت راها ما كتحصلوش على داك الشكل اللي بغينا حنا ديال الورده. هنا كنضغط عليها مزيان باش كطيب من الجانب الاول، وملي كنقلبها كنعاود نضغط عليها باش كطيب من الجهه الثانيه. وفي هذا الاثناء وانا كتبدا كطيب من الجهه الثانيه كنبدا نقرص الثانيه باش غير كنحيدها صافي، كنعاود نبلاصيها بوحده اخرى، يعني باش ما كيضيعش ليا اولا الوقت، باش الزيت ما كيتحمرش ليا حتى كتعطي فيه ريحه ديال الحراق. كنحيد وحده كنبلاصيها بوحده بسرعه باش هكا كنسالي دغيا، وفي نفس الوقت الزيت كيبقى زوين ما كيتحمرش ليا بزاف. هذا هو الشكل ديالها، شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا على شكل وريده زوين بزاف بزاف. غير شوفوا كيفاش كندير ليها، كنهزها من الجانب كنقرصها من الوسط، ولكن ما تضغطوش عليها بزاف، غير كتهزوها شويه وكتحطيها في الزيت وكتبقاي شادها حتى كتبدا كتنفخ عاد تقدري تطلقيها. ودائما قبل ما طيب ليا كنبدا كنوجد واحده اخرى. وهذاك الشيء البنات علاش قلت لكم العجينه ما تكونش مرخيه. الا كانت العجينه خفيفه بزاف او لا مرخيه، راه ما تجي انت فين تهزيها حتى كترخى وكتجبد لك في يدك وكتقطع. يعني هذاك الشيء علاش العجينه خصها تكون ما بين وبين، ما تكونش قاصحه باش ما تعذبكش، وما تكونش
خفيفه باش ما كتقطعش ليك وكتجرجر ليك، يعني كتولي مدليه بزاف. كنهزها من الجانب، كنهزها من الوسط، وكنحطها كتبدا كتنفخ كنطلقها. يعني التقنيه هذه هي التقنيه ديالها باش تجيكم على شكل ورده وتجي ناجحه. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غنكمل هذه الكميه كلها اللي عندي. وبالنسبه للكميه راه تبارك الله كما قلت لكم كتخرج كميه مهمه. الا مثلا كنتي كطيبي فيها، غنعطيكم البنات جميع النصائح ديالها. الا مثلا كنتي كطيبي وبحال هكا عمر لك هذاك الشيء اللي بغيتي، يعني عمر لك التبصيل والقياس اللي بغيتي، راه ممكن هذوك الكويرات تحتفظي بهم في المجمد. وقت ما تشهيتيها كتجبديهم تخليهم تيطلقوا، تقرصيهم وطيبيهم مباشره. يعني العجين وهو مكور تقدري تحتفظي به في البواطه. بالنسبه للغراف انا حاولت هنا ندير لكم يعني الطريقه ديال الغراف ديال المطيشه اولا ديال المربى. كيف ما كتشوفوا هي ما كيجيش بحالها في الشكل، حيت الاخر علاش؟ حيت هو مجموع وهي كتجي مجموعه على شكل ورده. هذا حيت واسع، داكشي علاش ملي كتحطيها كتجي بحال مشته شويه كبيره. يعني هذه هي حلوة الغراف الأصلية التقليدية. أما هذاك اللي مشرطة بحال يلاه ولات، أما هذه هي ديال الزمان اللي كانوا والدينا وجدودنا كيديروها، هي هذه بهذا الغراف. راه كيف ما قلت لكم ولا متواجد دابا وبكثرة في المحلات اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات، ولا موجود وبزاف البنات. راني لقيتو شحال من مره موجود. هذا هو الشكل ديالها. كندردر على شويه ديال السكر كلاصي من الفوق. غنخليكم تسمعوا القرمشه ديالها. الطريقه ديال الاحتفاظ بها، ديروها في بواطه، غلفوها ببلاستيك الغذائي وحطوها في الثلاجه او المجمد، كتدوم معاكم مده طويله. فيما تشهيتيها كتجبديها وتاكلي منها. بالنسبه للعجين كما قلت لكم حتى هو تقدروا تحتفظوا به على شكل كويرات في المجمد. وقت ما تشهيتيها كتنوضي تجبديها غير ديكونجلا وكتطيبيها. وكان هذا هو القرمشه ديالها، راه كتجي يا سلام وكتبقى مقرمشه مده طويله. والشكل ديالها راه داوي على راسو، يعني ما نحتاج نهائيا نشكرها، شاكره راسها. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم او الرغيفه ديال العيد ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بهاد المكونات وهاد المقادير اللي ديال الزمان ومضبوطين. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم اللي مهم بالنسبه ليا. اللايك ديالكم مهم بزاف بالنسبه ليا. شكرا على المسانده ديالكم، والناس اللي انضموا ليا للقناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الى فيديو قادم والى وصفه قادمه باذن الله.